تصريح غريب جدا من واحد من نجوم المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 واللي هيكون مشارك معاهم في بطولة الإفريقية المقبلة واللي باقي عليها أيام. عز الدين أناحي نجم المنتخب المغربي طلع بتصريح غريب جدا أثار جماهير الكرة المصرية. أناحي واللي اتكلم عن المنتخب المصري بطريقة فيها سخرية وقال إن منتخب مصر واللي فاز ببطولة إفريقيا 7 مرات لا يقدم كرة جيدة، وإن منتخب مصر بيجيب جون ولاعيبته بيترموا يمين وشمال، إيحاء منه إن منتخب مصر بيتعمد تضييع الوقت وبيكسب المباريات بالتحايل. وقبل ما أقول لحضراتكم شوية معلومات عن أناحي وليه قال كده وردنا عليه، هقول له كلمة واحدة: يا أناحي يا ابني، منتخب مصر لما كان بيجي فيه جون من المغرب كنا بنلعب الهم لانهم كانوا بيجيبوا جون ويناموا باقي 90 دقيقه، ما كناش بنلعب 5 دقائق على بعض. عز الدين أناحي لاعب عمره 23 سنه، يعني لسه صغير، عشان كده بنقول ان هو جانبه التوفيق في التصريح ده. أناحي بدأ مشواره مع نادي الرجاء المغربي واحترف في الدوري الفرنسي في نادي أنجي، وانتقل بعد كأس العالم إلى نادي أولمبيك مارسيليا أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي. وقبل ما أرد عليه، طبعا اللاعب الشاب أخطأ في تصريحه. ليه أخطأ؟ أولا خسر كتير من جمهور الكرة المصرية وهيتسبب في فتنة بين الجماهير وبين اللاعبين ما كانش ليها أي داعي. ثانيا منتخب مصر في الغالب يقابل المنتخب المغربي في بطولة أفريقيا لو كان لنا نصيب وكملوا المنتخبين مع بعض في دور الثمانية أو في الدور قبل النهائي، بالتالي هيكون في حساسية في الملعب بسبب تصريح زي ده. نرد بقى على أناحي. يا أناحي، منتخب المغرب لما تألق في كأس العالم ووصل وحقق المركز الرابع لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية، كلنا كنا وراه وكنا فخورين بمنتخب المغرب ولابسين تيشيرت المغرب وكلنا بنشجع المنتخب المغربي. ويا ابني يا حبيبي، وبقول لك يا ابني لأن أنت عمرك تقريبا نص عمري، يا أناحي، منتخب المغرب ما كانش احسن من كل فرق كاس العالم، ولا هو احسن من اسبانيا ولا احسن من كرواتيا ولا احسن من الفرق الكبيره اللي هو تخطاها، لكن بالروح وبالرجوله وبالعزيمه وبالمدرب وليد الركراكي المتالق وبرجوله لاعيبه المغرب قدروا ان هم يوصلوا للدور قبل النهائي وياخدوا رابع العالم، وكانوا فخر للكره العربيه. ما حدش قلل من انجازهم، بل بالعكس كلنا كجماهير كره عربيه مصريه ومغربيه وكل الجنسيات العربيه كانت سعيده وفخورة بالمنتخب المغربي اللي شرفنا في كأس العالم وحقق مركز أول مرة يتحقق على المستوى العربي والإفريقي. فبنقول لأناحي أنت أخطأت وجنبك التوفيق في التصريح ده ووجب عليك الاعتذار. وبرضه عايز أسمع رأي حضراتكم في التعليقات سواء جماهير مصرية أو مغربية.